عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نتمنى ربي تكونوا بخير وعلى خير. اليوم بغيت نشارك معكم واحد القصة ديال واحد السيدة. هاد القصة واقعية وبغيت نشاركها معكم. هاد القصة كتدور حول واحد الذكر اللي هو سيد الاستغفار. المهم هاد السيدة هادي كان دائما في صراعات ونزاعات ومشاكل دائما بينها وبين راجلها، ديما صباح وعشية. ديك السيدة لدرجة انها عيات وملات كاع من هاد العيشة كاع اللي بينها وبين راجلها، ديما مشاكل ديما صداع بينا. او كيفاش زعما كيفاش هادشي؟ واحد النهار سبحان الله غادي يجيب ليها الله واحد صديقة ديالها، جابها لها الله لعندها للدار، بقاو كيدويو مع بعضياتهم شويه. قالت اجي نبدا نشكي عليها. نيت فعلا بدات كتقول ليها داكشي اللي كيطرا بينها وبين راجلها، يعني المشاكل. قالت لها الا كنتي كتثقي فيا تبعي هاد الذكر هذا وان شاء الله رد عليا الخبر. قالت لها واخا قولي لي اشنو اللي كاين. قالت لها تبعي سيد الاستغفار. فيما تحسي براسك بان هاد المشاكل بداو دائما بداي تقولي هاد الذكر هذا. قالت لها صافي واخا. المهم البنات هاد الذكر هذا اللي هو سيد الاستغفار: اللهم انت ربي لا اله الا انت خلقتني وانا عبدك وانا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. المهم البنات تبعتها الطريقة هذه، تبعتها الليل ونهار، وفيما تحس بأن هذاك المشكل غادي ينوض بينها وبين رجلها كتبقى تقول هاد الذكر هذا. وسبحان الله سبحانك يا جليل، كيرجع داك الراجل الزوج ديالها، كيرجع قبل ما يمشي يخطي خطوه واحده يخرج للزنقه هكا، حيت كتعرفوا نتوما ملي كيطلع لهم الدم راه يهزوا حوايجهم وكيمشيو يخرجوا. قبل ما هكا كيرجع لعندك ويقول كيبوس ليها راسها وكيقول لها سمحي لي والله الا غير مقلق ومطلع عليا الدم مع المشاكل ديال الخدمه وهذا وراكي عارفه. عرفتي زعما قالت لك سبحانك يا جليل. هاد الذكر هذا راه معجزه من معجزات الله سبحانه وتعالى. تبعوه وردوا عليا الخبر.